السلام عليكم الإخوان والأخوات الأحرار، تحياتي للجميع ومرحبا بالجميع. إخوان، حاليا يتم الترويج لمظاهرة ضد غلاء الأسعار. كيقولوا بأن هناك مظاهرة مليونية ضد غلاء الأسعار اللي غادي تكون يوم غد الأحد. الإخوة اللي كيفكر أنه يخرج في هذه المظاهرات اللي كتعرفوا المطالب ديالها خبزية، مطالب لتحسين شروط العبودية، فهذا راه ماشي حل. كتعرفوا بأن النظام هو أولى محمد السادس في الأسرة العلوية هما بسبب المشاكل والمعاناة اللي كيعيشها الشعب. فباش أنك تخرج تطالب بهاد المطالب اللي هي خبزية، كأنك تنادي أن هذا النظام باش يزيد يفقرك ويزيد يهمشك أكثر فأكثر. فهذا راه ماشي حل. لي الحل النهائي لنهاية مشاكل ومعاناة الشعب المغربي هو إسقاط هذا النظام. يوم 20 فبراير الإخوان غادي يخرجوا المغاربة الأحرار ضد هذا النظام. الأحرار عرفوا بأن راه المشكل هو محمد السادس، غيخرجوا يوم 20 فبراير بعد صلاة الظهر، غيطالبوا بإسقاط النظام وغيهجموا على القصور. يعني هذا هو الحل النهائي باش أنك ما تبقاش عندك هذه المشاكل وهذه المعاناة. ما تخرجش في مطالب اللي هي جد بسيطة. كتكلم على غلاء الأسعار، ما تكلمتيش على السكن اللائق، ما تك... فينا أين هو حقك في التعليم؟ أين هو حقك في التطبيب المجاني؟ أين هو حقك من مداخيل الثروات؟ يعني هاد المطالب ديال غلاء الأسعار كأنك تنادي باش أنهم يزيدوا يفقروك ويهمشوك أكثر فأكثر. إخوان، ما تخرجوش في هاد المظاهرات اللي هي مظاهرات مخزنية، الهدف منها أنها يزيدوا يمتصوا غضب الشعب. فكونوا حذرين الإخوان، كونوا في الموعد ديال 20 فبراير بعد صلاة الظهر. خرجوا ثوروا في وجه النظام، طالبوا بإسقاط النظام، هجموا على القصور. هذا هو الحل النهائي والأخير الإخوان. ديروا اللايك للفيديو وبارطاجوا مع أصحابكم وأحبابكم واشتركوا في القناة.